تم اعتقالي من مدينة بانياس عام 2012 23/8. أنا وأهلي جميعا يعني. طب علينا الأمس الساعة 6 الصبح، قام باعتقال العائلة كلها، أمي، إخواتي، أخوتي. حولونا على فرع طرطوس وهونيك بلشت يعني قصصنا. حطونا على فرع طرطوس، في أنا وأهلي وإخواتي وكثير يعني عالم اعتقلوهم معنا، يعني صار الاعتقال عشوائي، صار يشيلوا ويزتوا بالباصات جوا، صار يعذبونا كثير. أنا أهلي إخواتي، أمي وأختي ومرت أخوي ضليني فترة وطلعوا. بعدين نحن ضلينا وبلش التعذيب هون والشحار والهم. ما خلوا وسيلة تعذيب اللي عذبونا فيها. اللي كان كهرب، اللي كان شبح، اللي كان أبوي قلعوا له أظافره قدامي يعني. هون أخذونا كلياتنا بتهمة والله إنه إرهابيين وقتلوا عساكر ومن هالحكي هذا. فأنا كان عمري 16 سنة، يعني أنا ما بعرف شيء، يعني العسكري يلا استرجي طلع فيه. اعتقلونا هونيك وبلش الضرب والشتم مثل ما قلت لك والتعذيب بكل انواعه. يعني انا بنت 16 سنه ما خلوني اعمل كهرباء ولا دولاب ولا شبح الا عملوا لي اياه. لا بصموني، انا قد ما اكلت قتل بطرطوس ما بقى اتحمل، فبصمت على ورقه بيضة. هونيك تم تحويلي على سجن البولوني لفتره اسبوع، ومن سجن البولوني حولوني على الشام فرع 248. يعني اتهم ارهابيين، وانا مثل ما قلت لك كل عمري كان 16 سنه. أنا هون بلشت الضغوط النفسية عندي، يعني ضليت هونيك فترة 3 شهور، بس كانت أصعب أيام حياتي بمر فيها. من بنت عمرها 16 سنة طلعت على الدنيا جديد، من طلعت بلشت بالسجون والهم والتعتير. يعني جايبين أمه معها بنتها رضيعة، في ولد عمره 10 سنين، يعني عذبوه تعذيب كتير قوي، يعني صراخه لعنا ومبين إنه صغير على موجب عمره. يعني كانوا مفوتين هو أخوه كان متصاوب بإجره، فجاب له ملح وصار يحط له على إجره والشاب يصيح. في هيك نقب صغير صرنا إنه نتفرج منه، فكان عن جد مظهر كتير شيء ببكي. يعني كان فرع كتير قاسي وظالم. يعني أنا بكره رقم 48 لأجل هالفرع. يعني كان معي مرة عمرها 85 سنة، أخذينا بتهمة أولادها. طلعنا هون وبعدين حطونا، صاروا يقولوا لنا بدكم تحيوا بشار الأسد قبل ما تطلعوا. قبل ما يطالعونا أنا كنت المغربيات، اجى واحد متصاوب قال عنا بجبل الزاوية، متصاوب بإجره، قام مسك إبري وضربني فيها بكتفي. أنا طلعت من هونيك أعطوني ورقة مشان أمشي فيها. الورقة مكتوب فيها اسمي واسم يعني أهلي. هاو الخبر عند أهلي إنه أنا متوفاة طبعا. يعني قد ما ضربونا على الكهرب أنا الدم من هون من إيدي طق. وقت اللي طالعوني إنه تبادل أسرى، فلفوا لي إيدي بشقفة شاش هيك وطلعت فيها. يعني أنا يمكن شوي تاني هيك الدود بده يجري من إيدي. أنا وصلوني لهونيك بس سألوني مين أنت، أنا ما بعرف مين أنا. يعني صدقا أنا لما وصلت أنا ما بعرف حدا أبدا. وصلت أنا لهونيك كانت الدنيا عتمة وكانوا عم يبكوا علي إنه قايمين فيا عزا. أنا لما وصلت لهونيكي وقلت له إنه أنا فلانة، قاموا طلعوا كلهم يرقدوا. أمي عم تدور علي بالشام طبعا، هي وحماتي عم تدورني علي من فرع لفرع، بس بدي أشوف أمي. قالوا لي أمي عم تدور علي بالشام، كانت ما لها خبر إنه أنا جاي خبري على الضيعة ميتة. أنا يجوا يسلموا علي بس أنا ما أعرف مين اللي عم يسلم علي. اجوا أهلي، اجوا أخوتي، أنا ماني مستوعبة حدا أبدا. يعني بس طلع بهالعالم إنه مبسوطة بس ما عارفاني حدا أبدا. كل التعذيب اللي ذقته هو من نظرة المجتمع هون إلك. الحمد لله بعد ما يعني طلعت وهيك يعني وجوزي حسن نفسيتي، وهلا انا كثير مبسوطه معه، ورح كون هسه اقوى مشان اولادي. اهم شيء انا عندي 5 اولاد وجوزي عندي اياهم بالدنيا كلها. ايش قد ما انا يئست رح كون قويه كرماله، وكرمال ان شاء الله هيك يسقط بشار ونفرح كلياتنا، والله يفرج علينا وعلى جميع المعتقلين والمعتقلات. هود اهم شيء، يعني بنطالب فيهم هلا وبعدين ولاخر نفس فينا.